نسيت أمي مثلا بتقلك أنه شافت يسوع بالحلم، والدين المسيحي هو الصح. وكتير صعب أنا الله أنه خالقني عارف أنا حفوت على جهنم، فخالقني كرمال فوت، أنه خلص يعني خالقني عارف أنا حتعذب بهالدنيا وأرجع أتعذب بالجهنم. رسول محمد كان كتير في دم وكتير في قتل وكتير في يعني حروب وهيك اجت. انه الدين الاسلامي هو انتشر بالحروب، ما انتشر بالاسلام. لماذا رأسه ليس مقطوعا؟ وماذا كان تفعل الكنيسة بالمسلمين؟ احنا كنا تعبانين جدا من الحكم الروماني. السلام عليكم ورحمة الله. تابعوا معنا هذا الحوار الجديد وكونوا سببا في نشر الدعوة. بارك الله فيكم. تفضل. انا يعني ما بعرف نعم تبلش يعني، بس كل شيء هلا بدين المسيحي عم بحسه مشكوك فيه. بس ما بعرف اذا بتجي للاسلام، عرفت يعني. حتى عندي ضغط من اهلي والناس اللي حوالي وهيك. أنا معك يا عزيزي، أنا معك إن شاء الله. إذا عندك أي سؤال، عندك أي استفسار، تفضل. بدي أسألك شغلة فكر فيها، مثلا من ناحية الدين الإسلامي. نحن ليه اتخلقنا؟ يعني ليه كل هيدا؟ يعني أنا مرة سألها لرفيقي مسلم بيقول لي تنعبد الله. مزبوط هيك ولا في جواب تاني عندك؟ نعم، سأجيبك إن شاء الله. طبعا القرآن الكريم أخبرنا من غاية خلق الإنسان. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأخبر الله تبارك وتعالى أن الغاية الأولى من الإنسان، من خلق الإنسان، هي العبادة. وكذلك أخبرنا في عدة آيات أخرى أنه خلق الإنسان للإعمار في الأرض، خلقه للإعمار في الأرض. فإذا نستطيع أن نقول أن الإنسان خلق لعبادة الله تبارك وتعالى وللإعمار في الأرض. طيب، لماذا الإنسان أمره الله عز وجل بالعبادة؟ لأن الإنسان بفطرته يميل إلى العبادة ويحب العبادة. لذلك لا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يعبد. كل البشر يعبدون، ولكن منهم من يعبد حقا، منهم من يعبد الحق أو بالطريقة الحق، ومنهم من يعبد الباطل. حتى الملحد يعبد، لكن يعبد ماذا؟ يعبد شهواته، يعبد شهواته، يعبد أهواءه، يعبد ملذاته، لكنه لا يبقى بلا عبادة. فالإنسان بفطرته الطبيعية السوية يميل إلى العبادة. منهم من يعبد الحق ومنهم من يعبد الباطل. نعم، هذه هي الغاية من خلق الإنسان، والله أعلم. العراق اللي كان معنا قبل قليل سنستقبل اتصاله إن شاء الله بعد المتصل هذا بإذن الله. تفضل يا أستاذ. أوكي، أنا فهمت عليك، كتير حلو الجواب تبعك. بس يعني نحن هلأ أنتو يعني نحن مثلا نعبد بطريقة غير أنتو الإسلام كيف بتعبدوا. أنتو مثلا بتصلوا بتركعوا لتحت، هيدي
في أنا عندي كمان رفيقي ملحد، أوكي، بيقول لي إنه مثلا من وجهة نظره، مرة أثرت علي وبلشت أفكر كمان، إنه معقول يعني ما بعرف إذا أنت تفهمها بركي غلط يعني لألكون، إنه مثلا الله هو بده إيانا كرمال نعبده يعني، أو ما بعرف شو الكلمة بالعربي بس أنا بعرفها بالإنجليش، arrogant. عرفت شو يعني؟ ربما أنت تقصد يعني هو الأخ فازع ممكن يساعدنا في الترجمة، لكن ممكن أنت تقصد يعني هو ليس بحاجة لعبادتنا، أظن تقصد هكذا؟ يعني هو المفروض أكيد مش بحاجة، لأنه هو الله مفروض على كل شيء. نعم. فأنه خلقنا تنعبده. طب ما ليه؟ يعني أنا قصدي يعني ليه تخلقنا نحن ونحن ضعاف تنعبده وبهالدنيا وهي نحن كله صعب على صعب. ومثلا ليه ما من الأول كان الدين الإسلامي إجا لحاله من الأول؟ ليه كان في مقسوم أول شيء اليهود وبعدين إجوا المسيحية وبعدين جي طيب سأجيبك بس حتى لا تتراكم النقاط، أجيبك واحدة واحدة. يلا. دعني أبدأ من حيث انتهيت. أنت قلت يعني لماذا ما جاء الإسلام من الأول؟ لماذا جاءت يهودية وجاءت النصرانية وهكذا؟ للإجابة على هذا، بالفعل الله سبحانه وتعالى لم ينزل دينا إلا الإسلام. الله عز وجل لم يرسل دينا إلا الإسلام. يعني اليهودية والنصرانية هذه أديان ابتدعت فيما بعد على يد القساوسة والحاخامات. حتى في كتاب النصارى نفسه، في كتابكم هذا، لن تجد شيء اسمه ديانة مسيحية، وفي كتاب اليهود كذلك لن تجد شيئا اسمه ديانة يهودية. هذه مصطلحات وأديان ابتدعت واستحدثت فيما بعد. أما الله سبحانه وتعالى فلم ينزل دينا إلا الإسلام. ولذلك حين تفتح القرآن تجد أن الأنبياء كلهم دينهم واحد وهو الإسلام. ترى الإسلام لم يأتي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الخاتم، وخاتم النبيين، ختم الرسالة التي سبقه عليها إخوانه الأنبياء. لذلك تجد في القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول عن سيدنا يوسف، يوسف عليه السلام يقول في القرآن الكريم: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. موسى عليه السلام يقول لأتباعه كما جاء في سورة يونس: فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. تلاميذ أو حواريو عيسى المسيح ماذا قالوا له كما جاء في سورة آل عمران؟ واشهد بأن مسلمون. يعقوب عليه السلام ماذا قال لأبنائه كوصية قبل أن يموت؟ فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم عليه السلام ماذا قال عنه الله تبارك وتعالى؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه بعض الآيات التي تبين أن أنبياء الله عز وجل كلهم جاءوا بالإسلام وجاءوا بدين واحد. الأنبياء لا يعرفون شيئا اسمه يهودية ولا يعرفون شيئا اسمه نصرانية، لا يعرفون هذه الأديان إطلاقا. فأنت لما قلت ليش ما أنزل الله فقط دين واحد وهو الإسلام، هو بالفعل أنزل دينا واحدا وهو الإسلام. لذلك تجد في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المقبول عند الله الإسلام. وفي آية أخرى قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب سؤال. يعني بس لحظة. أوكي. يعني من يختار دينا غير الإسلام يكون في الآخرة من الخاسرين في جهنم. تمام. وفي آية أخرى أختم بهذه الآية في سورة المائدة يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت
ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني الله لم يرتضي دينا إلا الإسلام فقط. اوكي. انا كان بدي اقول لك هيدي الجمله تبع واليوم اكملت عليكم دينكم، او هيدي. طب هيدي ليه اجت بعد فتره طويله كتير؟ يعني ليه آلاف السنين تا الله أكمل الدين؟ ليه ما من الأول كان خلص عطانا الجايدنس، يعني الطريقة الصح نعيشها وخلص، ساعتها الكافر راح والمشي على الطريق الصح مشي. نعم. الحقيقة لا يمكن أن من بداية الخليقة ينزل الله سبحانه وتعالى الشرائع كلها ويتم الدين كله من أول الخليقة. هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن العقل البشري والقدرة الاستيعابية للبشر لا يمكن أن تستوعب الدين كله في ذلك الوقت، فلا بد من التدرج في تنزيل الأحكام الشرعية. على سبيل المثال، لما أنت تقول لي لماذا لم يتم الدين كاملا من بداية الخليقة، كأنك تقول لي لماذا لا تعطي كتب الجامعة لطالب في الابتدائية؟ نفس الشيء، ستقول لي الطالب في الابتدائية لا يستوعب الكتب التي هي كتب جامعية، لا يستوعبها الطالب الذي في الابتدائية أو في الإعدادية. كذلك ولله المثل الأعلى، البشر لا يستوعبون كامل الأحكام الشرعية في ذلك الوقت. لذلك أنزل الله تبارك وتعالى الدين بالتدرج، كل مرة يرسل نبيا، كل مرة يرسل نبيا ليتضح الأمر. فهمت الفكرة يا أخ؟ فهمت عليك. لا، مرة حدا يقول لي هيك شيء، يعني جوابك أنعني صراحة. أنا عندي كتير أسئلة يعني هلأ عم فكر فيهم. هلأ هول طلعوا معي، فيني أسألك يمكن سؤال واحد؟ أنا ما عندي أي مشكلة، ما دامك طالب للحق فأنا معك إن شاء الله تعالى. لا، أنا يعني قلت لك أنا يعني أهلي مسيحيين، وربيت على هيدي التفكير، بس من الأول كنت حس في شيء غلط، في شيء يعني especially بالكنيسة في شيء غلط. ما كنت ارتاح هونيك. والإسلام كان عندي في يعني مسلم كان بيفسر لي كم شغلة، بس كان يخوفني من ناحية ما بعرف كيف. تعرف أنت كيف الميديا والأفلام وكل شيء بيخلوك تفكر الإسلام كيف. عرفت علي؟ هيدا الشيء كان بس لا تقلق إن شاء الله، إن شاء الله تعالى نحن معك، وتفضل اطرح ما تريد من الأسئلة وبعون الله تبارك وتعالى نجيب. طب عندي سؤال. مثلا أنا هلأ أقول أنا قلبت مسلم، وأهلي اللي هن ربوني وتعبوا علي كتير وهن أخلاقهم كتير منيحة وبحياتهم ما أذوا حدا، ضلوا على الدين المسيحي. يمكن ما أجاهم حدا مثلا مثلك أنت فسر لهم مثلا أو هيدا وخلص وماتوا. هلأ هن شو هن بس لأنه مثلا ما كانوا بالإسلام الدين الإسلامي خلص على النار، ولا في لهم فرصة تانية، ولا كيف بتصير الأمور؟ طيب، للإجابة على هذا السؤال لابد أن نفهم شيئا مهما يا عزيزي، أن كل مكان لا يمكن الدخول إليه إلا بشروط وضوابط. ما من مكان في الدنيا تدخل إليه إلا ولا بد من وجود شروط. إذا استوفيت هذه الشروط تدخل لهذا المكان. فبالتالي الحياة بشكل عام مبنية على شروط وضوابط.
إذا التزمت بهذه الشروط وتجنبت الممنوع تنجى، وإذا قمت بالممنوع تهلك. هذا أمر طبيعي في كل مكان. طيب، الآن الله عز وجل أخبرنا حين أرسل لنا الرسل وأنزل الكتب وأرسل الشرائع، أخبرنا أن يوجد جنة ويوجد نار. إذا قمت بكذا وكذا وكذا دخلت الجنة، وإذا فعلت كذا وكذا وكذا دخلت النار. يعني الأمر مبين لك من البداية وموضح لك، ومعاك فرصة سنين وأيام، وباب التوبة مفتوح ما دام النفس فيك. خذ راحتك. فحين أنت تترك هذه الفرص كلها ولا تلتفت إليها وتصر على الاستمرارية على الذنوب والكفر، وحين تدخل النار تقول لماذا دخلت النار؟ لماذا دخلت النار؟ لا يصح. أنت الآن قلت لي إن أهلك في حياتهم ما أذوا أحدا وطيبين وجيدين وكذا، ممتاز، هذا كله ممتاز. هم لم يؤذوا أحدا من الخلق، لكنهم آذوا الخالق بشركهم وكفرهم وإيمانهم بكتاب يسيء إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهذا أكبر إيذاء، وهذا أكبر إيذاء. طيب، أنت بنيت أنهم لم يؤذوا أحدا من الخلق وكانوا جيدين، فبالتالي تريدهم أن يدخلوا الجنة ولا يدخلون النار، وهذا لا يصح، لأن الله عز وجل وضع شروط لدخول الجنة، وضع شروط لدخول الجنة. ما هي هذه الشروط؟ مذكورة في سورة العصر. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني عندك 4 شروط، إذا قمت بها دخلت الجنة: إيمان، عمل صالح، تواصى بالحق، تواصى بالصبر. قم بها وتفضل ادخل. لكن أن تسقط شرطا من هذه الشروط وتقول لماذا لم أدخل الجنة ودخلت النار، لا يصح هذا. يعني على سبيل المثال، لو أنت رئيس جامعة وجاءك طالب يريد التسجيل في كلية الطب على سبيل المثال، وقال لك: أريد أن أسجل. فقلت له: تفضل أعطني الأوراق، ومن بين الأوراق أعطني ورقة نجاحك في الثانوية العامة ومعدلك. صح ولا لا؟ هكذا ستطلب منه أنت. حين تطلب منه هذا يقول لك: لا والله أنا رسبت في الثانوية العامة، رسبت، لكن كانت أخلاقي ممتازة جدا، كنت أحترم جميع المدرسين وأقوم بإطعامهم في الغداء في الفطور، في الإفطار وفي الغداء والعشاء، وكنت أضرب لهم تحية الاحترام كلما دخلوا، لكنني رسبت في الثانوية العامة. هل أنت كمسؤول عميد لهذه الكلية أو مسؤول عن الجامعة تدخل هذا الطالب الراسب في الثانوية العامة؟
وإن كانت أخلاقه طيبة وكان يحترم المدرسين وكان محترما وكذا، لن تدخله، ولا يوجد جامعة على وجه الأرض تدخله. ما السبب؟ لأنه فقد شرطا من الشروط، بل هو الشرط الأساسي. لا يمكن أن تدخل إلى أي كلية وأنت لم تنجح في الثانوية العامة، وإن كانت أخلاقك طيبة. أي نعم، الأخلاق الطيبة مطلوبة في العلم والدراسة، ولكن في شرط أساسي يا حبيبي أنت لم تأتي به. ولله المثل الأعلى، الشرط الأساسي في النجاة من النار والدخول الجنة الإيمان وعدم الكفر. فلذلك أنت ذكرتني حين قلت لي أهلي بحياتهم ما آذوا أحد وأهلي وكذا وكذا، بالطالب الذي رسب في الثانوية العامة وكانت أخلاقه طيبة ويريد الدخول في كلية الطب بحجة أخلاقه الطيبة، لكنه رسب في الثانوية العامة، فهل ستتهم الجامعة الذي لا تقبله بأنها ظالمة؟ لا، هذا قانون، هذا قانون وشروط. طيب أنت قلت كلمة مهمة جدا، قلت يعني أهلي ما إجاهم أحد زيك، تقصد عني أنا، وفهمهم الدين وعلمهم الدين وأقنعهم وكذا. أي أنا ما جيتهم، وكذلك ما جئت إليك أنت من جئت إلي. لماذا جئت إلي؟ لأنك تريد الحق، باحث عن الحق، ساعي لمعرفة الحق، فجئت وطلبت قسط واتصلت وردينا عليك وحاورت. فبالتالي كذلك هم لو كانوا يريدون الحق فعلا ويريدون النجاة حقا سيتصلون سيجدونني أنا أو سيجدون غيري من يقنعهم إن بحثوا بحق وصدق. أنت أكبر دليل أن الله سبحانه وتعالى لم يظلم أحدا، أتاح لك كل الفرص. وبالمناسبة الله عز وجل وعد بأن آياته وأدلة وبراهين الإسلام ستصل للجميع. قال تعالى في القرآن الكريم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ستصل هذه الأدلة وهذه البراهين لكل الناس، فمنهم من سيؤمن ومنهم من سيكفر تكبرا وعنادا، لأن الله عز وجل قال في القرآن الكريم عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. آل فرعون كانوا يعلمون أن موسى عليه السلام نبي ورسول، لكنهم جحدوا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أتمنى تكون الإجابة اتضحت لك. لا شكرا كتير عن جد، يعني أنا كتير بحب كيف طريقتك، كيف تسمعوني؟ نعم اسمعك، تفضل. طريقتك بالشرح كتير يعني بسمعها بطريقة تانية. بس بدي أسألك مثلا أنا أمي مثلا هيدي، بس ما أعرف إذا برا الدين ولا كيف، بس أنا شخصيتي مثلا غير شخصية أمي، غير شخصية بيي. أنا مثلا شخصيتي بتتكون لأنه حوالي مثلا ناس أنا كيف تربيت، هي شخصيتي. فأنا إنسان حشري وبضلي عبالي أنا إنسان حشري، بحب أعرف قصص. بس مثلا شخصية أمي مثلا بتقلك أنه شافت يسوع بالحلم وهيك قصص، عرفت علي كيف؟ خلص من وقتها ما هي شافت هالمنظر عرفت أنه تأكدت أنه 100% الدين المسيحي هو الصح. وكتير صعب تقنعها، يعني كتير أنا هي أصلا حتى كمان عندها رفقة مسلمين وبيفوتوا معها بجدال، بس كتير صعب تقنعها، عرفتي؟ أنا بفكر ممكن أنا إذا قلبت مسلم بدي أقنع أهلي، بس صعبين، كتير صعبين. أنت المطلوب منك فقط أن تقنعهم يحاوروني، ودع الباقي إن شاء الله بإذن الله ييسره الله سبحانه وتعالى. ممكن هيدي ممكن، بس نحن لأنه عايشين برا
العربي تبعهم كمان مكسر. عرفت علي كيف؟ يعني العربي طبعا بتحس انه على نص هيدا. وانا بعرف يعني اهلي عرفت كتير عقلهم مسكر، ما بيحبوا يحاوروا، خلص صاروا كبار مفكرين هن فاهمين كل شيء. فهمت قصدي كيف؟ يعني هو الاهلي نعم. بالاخر بس هن بيفكروا خلص انه نحن كبرنا وهيدا نحن هيدا تربينا عليه، هيدا هو اللي حنفضل عليه، انه هلا اخر عمرنا 50 أنت سنه بس شوف حنغير. يا أخي الكريم، أنت بس اقنعهم إن شاء الله. يعني أنا متفائل بإذن الله لو حاورتهم يعني سيجري الله سبحانه وتعالى الحق على لساني ويقتنعون بإذن الله تعالى. فأنت تسعى لإقناعهم أن يحاوروني، وإن شاء الله الباقي كله خير بإذن الله تعالى. المهم أهم شيء الآن أنك تنقذ نفسك، وبإذن الله هم يعني سيأتي من سينقذهم، لا تقلق إن شاء الله تعالى. اوكي تفضل إذا عندك سؤال آخر تفضل. اوكي. في كمان عندي سؤال. هلا الله بيعرف كل شيء مزبوط؟ كل شيء حيصير وكل شيء صار وكل شيء بيعرف كل شيء مزبوط؟ نعم. ايه. طب انا مثلا انا اذا انا حفوت على النار، على جهنم، الله انه خالقني عارف انا حفوت على جهنم، فخالقني كرمال فوت، انه خلص يعني خالقني عارف انا حتعذب بهالدنيا وارجع اتعذب بجهنم، بهي المعنى. أي نعم، يعلم كل إنسان، يعلم مصير كل إنسان. نعم. ايه. فانا مثلا يعني ما اذا الله اوريدي بيعرف انه انا حفوت على جهنم، ليه خلقني؟ يعني خلقني تيعذبني؟ طيب، لا، ما خلقك لكي يعذبك. أنت من تسببت في عذاب نفسك إذا دخلت النار، لأنك أنت من كفرت وليس هو من أمرك بالكفر سبحانه وتعالى. على كل حال، للإجابة على هذا السؤال، أولا أنت ربطت بين أمرين لا علاقة بينهما. ربطت بين أن الله عز وجل يعلم مصيرك وبين أنه يحرمك حق الوجود. فمن قال لك إذا كان الله عز وجل يعلم مصيرك يحرمك حق الوجود؟ لماذا؟ أو ما الرابط بين الاثنين؟ وبأي منطق وبأي عقل إذا أعلم مصير هذا الإنسان أحرمه الفرصة أو الدخول إلى هذا الأمر أي كان هذا الأمر؟ فلا ارتباط بين العلم بمصيرك وبين حرمانك من حق الوجود. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، كما قلت لك، لا يوجد ارتباط بين علمي بمصيرك وإعطائك حقا من حقوقك. على سبيل المثال ولله المثل الأعلى، أنا كمدرس أستاذ أعلم طلابي جيدا وأعرف المهتم منهم والمهمل منهم بحكم خبرتي سنة كاملة معهم. وفي نهاية الامتحانات وأثناء دخول وقت الامتحانات جاءني أحد الطلاب المهملين وقال لي: يا أستاذ، أنا لن أجيب على أي سؤال في الامتحان، وإعطاؤك ورقة الامتحان لي كأنك لم تعطيها لي. واحد، لن أهتم ولن أجيب على أي سؤال. إذن الآن صار عندي علم يقيني أنا أن هذا الطالب سيرسب في الامتحان. قالها لي بكل وضوح، قال: لن أجيب على أي سؤال في الورقة، وأنا أعرفه أصلا مسبقا أنه هو مهمل. هل يحق لي أن أحرمه الدخول الامتحان، ورقة الامتحان، وإعطائه ورقة الامتحان؟ لا. وإن كنت أعلم يقينا أنه سيرسب فلا بد أن أعطيه ورقة الامتحان. مع العلم لو حرمته ورقة الامتحان لأنني أعلم مصيره الرسوب ستعاقبني وزارة التعليم، ستأتيني وزارة التعليم تقول لي: وإن كنت تعلم مصيره
من قال لك لا تعطيه ورقة الامتحان؟ من قال لك لا تعطيه فرصة؟ من قال لك لا تقيم عليه الحجة؟ ولله المثل الأعلى. وإن كان الله عز وجل يعلم مصيرنا، لكنه خلقنا ليقيم علينا الحجة، كي لا نقول يوم القيامة والله أنت ما أعطيتنا فرصة يا الله. لا، أعطانا فرصة وأرسل لنا رسل وأنزل علينا كتب وأقام علينا الحجة وبين لنا الشريعة. ومصيري هذا أنا من اخترته، أنا من قدت نفسي إلى هذا المصير، سواء النار أو الجنة. الإنسان هو من قاد نفسه إلى هذا المصير. ولو واحد ضربك على يدك وقال لك ادخل النار، كذلك ولو واحد ضربك على يدك وقال لك ادخل الجنة، أنت بأفعالك سواء كانت خيرا أم شرا قدت نفسك إما إلى النار وإما إلى الجنة. الله عز وجل أدخلك النار بأفعالك رغم أنه أعطاك فرصة تلو الأخرى، وشجعك على التوبة كثيرا، وأعطاك كل الفرص وأتاح لك كل الفرص، وأغراك بكل المغريات التي تدعوك إلى التوبة والتوقف عن ما يجرك إلى النار، لكنك أنت من أصريت. فهمت يا أستاذ؟ فهمت عليك. طيب، أنا عندي كتير أسئلة يعني، بس هلأ ما عم بيختار لي شيء. أهم شيء أن بعد ما إذا أجبناك على كل أسئلتك واقتنعت بها إن شاء الله تعتنق الإسلام. لا أكيد. أنا كل سؤال هلأ أنت بجاوب عليه أنا فهمته، وأنا مشان هيك أصلا بحب أحضرك، لأنه بتقنعني، عارف، ما بتقلي إحساس وخلص هذا هو الصح وآمن، ولا بتعطي examples، يعني شو اسمه، أمثلة. أوكي. طيب خلاص، أنا خليني أعطي دور لغيري، بس أنا أكيد بدي أرجع. لا خليك اطرح أسئلتك كلها إن شاء الله. ما عم بيطلع لي هلأ عن جد، يعني ما عم فكر. طيب أنت باعث لي متابعة، أنا حرد لك المتابعة إن شاء الله. طيب أوكي، يلا، شكرا. بس طيب، يعني هل الآن في شيء يمنعك من اعتناق الإسلام؟ يعني أنا خليني أرجع أفكر. قلت لك في كذا سؤال بدي أسألك إياهم، وبحس إنك حتعرف تجاوب عليهم، بس عبالي أسأل أفهم أنا أكتر، وأنا بالآخر بدي الأحسن لي، عرفت؟ وإذا الأحسن لي الإسلام بصير مسلم، إذا أحسن لي الإلحاد حألحد، عرفت؟ لا الإلحاد عدم الإلحاد الذي يدخل الإلحاد يتوه. مزبوط. شوف، على فكرة، لو دخلت الآن، فرضنا مثلا أنت مسلم ودخلت إلى بث للنصارى وقلت لهم أنا مسلم وحائر بين الإسلام والإلحاد، والله سيشجعونك على الإلحاد. والله سيشجعونك على الإلحاد النصارى. فنحن ليس عندنا هذا. نحن لا أحد يشجعك على الإلحاد، هذا كفر وهذا كفر. نحن نريد لك الحق ونريد لك النجاة. مظبوط. أوكي. أنا شكلك تذكرت الأسئلة اللي ضاعت منك. تذكرت هلأ 2، هلأ فيني أسألك إياهم. أوكي. في وحدة هيدي كتير فكر فيها أصلا. الرسول موسى والرسول عيسى، أنا بآمن على فكرة إنه عيسى رسول منه الله أصلا. أنا هيدي أكيد من زمان أصلا فكر فيها. والرسول محمد، أوكي. ليه رسول محمد كان كتير في دم وكتير في قتل وكتير في يعني حروب وهيك اجت، يعني هذا الشيء اصلا كتير فكرني بالاسلام. مشان هيك نحن الميديا والافلام بياخدوا عن الاسلام طريقه فكره، عرفت، كتير اجريسيف، يعني كتير عنيف.
فحروب بحروب طيب. يعني انا عايش بألمانيا لانه فهون بيقولوا انه الدين الاسلامي هو انتشر بالحروب، ما انتشر بالاسلام. طيب تمام. أولا، من يقول أن الإسلام انتشر بالسيف هذا يناقض نفسه، لأن لو الإسلام انتشر بالسيف لما نطق هذا صاحب الشبهة بأن الإسلام انتشر بالسيف. لماذا رأسه ليس مقطوعا؟ هو يناقض نفسه. يعني هذه الشبهة تجد من يتلفظ بها: النصارى الذين يعيشون في مصر، النصارى الذين يعيشون في العراق، الذين يعيشون في بلاد الشام، الذين يعيشون في البلدان التي فتحها المسلمون. طيب أنت كيف انتشر الإسلام بالسيف وأنت ما زلت نصرانيا؟ ولا أنت كنت بتكلمنا من قبرك مثلا؟ هل كنت تكلمنا وأنت في قبرك؟ يعني متناقض أصلا، هذا الذي يقول ذلك متناقض. الآن ما هي أكبر دولة فيها عدد مسلمين؟ أكبر دولة فيها عدد مسلمين اليوم هي إندونيسيا. هل تعلم أن إندونيسيا ولا جيش ذهب إليها، بل دخلها الشعب الإندونيسي، دخل الإسلام عن طريق التجار المسلمين هناك ودعوتهم إلى الله عز وجل هناك. جنوب أفريقيا كله لم يدخله أي جيش، وشوف عدد المسلمين في جنوب أفريقيا. أوروبا اليوم الإسلام ينتشر فيها، وأكثر دين ينتشر بسرعة في أوروبا الإسلام، لدرجة قبل أسبوع ترامب رئيس أمريكا في كلمته في الأمم المتحدة قال باللفظ هكذا: قال لندن صارت تحكم بالشريعة الإسلامية. يعني من كثرة وجود المسلمين في لندن وفي إنجلترا، قال يعني كأن لندن صارت تحكم بالشريعة الإسلامية. اليمن لم يدخلها أي جيش، أسلمت برسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. الحبشة نفس الأمر، وكثير من البلدان. عندك البلدان التي في آسيا أغلبها لم يدخلها أي جيش. حتى البلدان التي فتحت عن طريق حروب لم تكن الحروب موجهة ضد العزل والشعوب، إنما كانت الحروب بين دولة الخلافة في ذلك الوقت وبين الإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية الرومانية. الشعوب التي كانت تعيش في بلدانها في ذلك الوقت لم يمسها أحد بسوء. سيدنا عمرو بن العاص حين دخل إلى مصر دخل ومعه 4000 جندي، وعدد المصريين في ذلك الوقت قرابة 8 مليون. في عمرك في حياتك سمعت 4000 يحتلون 8 مليون؟ لا، بل كل الكتب التاريخية تشهد بأن تلك الشعوب سواء في بلاد الشام أو في مصر أو في بلاد فارس كلها رحبت بالفاتحين، لأنهم كانوا يذوقون صنوف العذاب تحت الحكم البيزنطي الروماني وتحت الحكم الفارسي. وأنا معي عدة كتب تاريخية الآن إن أردت أن أظهرها لك، منها كتاب تاريخ المسيحية الشرقية لعزيز سوريال عطية، مؤلف النصراني، يشهد بأن الفتوحات الإسلامية كانت رحمة. ولذلك الكنائس لازالت موجودة إلى الآن في مصر. اذهب، خلينا نعمل مقارنة سريعة، اذهب إلى الأندلس على سبيل المثال. هل تعلم أن في الأندلس المساجد حولت إلى أماكن حيوانات وحولت إلى كنائس؟ في أسبانيا إلى الآن بمجرد أن انتصروا على المسلمين فعلوا ما فعلوه، وفعلوا محاكم تفتيش. ولو ذكرت لك طريقة العذاب التي كان يستخدمها الصليبيون في محاكم التفتيش ضد المسلمين سيقشعر بدنك. اقرأ بس أنت عن محاكم التفتيش وماذا كان تفعل الكنيسة بالمسلمين، وسترى.
أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنك قلت، بعدين بالمناسبة قبل ما ندخل في موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، أي محاكم تفتيش؟ نحن نرى بعيننا من الذي يقتل إخواننا في أرض العزة؟ أليس النصارى واليهود؟ اليهود كفاعل والنصارى كداعم مالي وبالسلاح. نرى الحمد لله نرى ذلك بأعيننا، مش محتاجين نرجع إلى التاريخ. رأينا ذلك في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان وفي البوسنة والهرسك وفي فلسطين وفي غيرها من البلدان، في الشيشان نسيتها. رأينا ذلك بأم أعيننا، لا نحتاج إلى العودة إلى التاريخ، وإن كان العودة إلى التاريخ مهم وقراءة تاريخكم أو تاريخ النصارى يعني. طيب، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الذي يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حياته كانت دماء وقتل وكذا، اعلم أن هذا لم يرى صفحة من السيرة النبوية. هذا سامع طرطيش كلام من هنا وهناك. لا يمكن أن أحد قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الآخر يقول إن هذا الرجل دموي، استحالة. الذي يقول هذه الكلمة رجل سمع كلام من هنا وهناك، شبهات متناثرة يلقيها أعداء الإسلام. الحمد لله سيرة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، وقرأناها ودرسناها ودرسناها، ولا يوجد مما تقولون. حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة الوحي، استمرت 23 سنة، 13 منها في مكة. في مكة ما الذي كان يحدث؟ هل رفع النبي صلى الله عليه وسلم سلاح في مكة؟ لم يرفع سلاح. لكن اقرأ ما الذي كان يفعله الكفار بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وهو كان في مكة: قتل، تشريد، تعذيب، سرقة، تهجير. ما من وسيلة تعذيب إلا واستخدموها ضد النبي صلى الله عليه وسلم. حصار واستخدموه، تهجير واستخدموه، تشويه للسمعة واستخدموه، قتل للأطفال قتل للشيوخ الكبار والنساء فعلوه، حصار، كل شيء. ما من وسيلة تعذيب إلا واستخدموها ضد النبي صلى الله عليه وسلم. حاصروه في شعب أبي طالب، هجروا أصحابه مرتين إلى الحبشة، هجروه هو شخصيا إلى المدينة المنورة، قتلوا الشيوخ الكبار مثل بنت الخياط، عذبوا المساكين والضعفاء مثل بلال بن رباح وخباب بن الأرت وغيرهم. لدرجة، تسمعوني الآن يا إخوة؟ الصوت راح ورجع يا شيخ، الآن كل إشي تمام. سمع. كم انقطع؟ 200 هيك شيء يا شيخ. طيب، الآن أيها الإخوة، لو سألتكم ما هي أول آية نزلت في القرآن الكريم تأذن بالجهاد؟ أول آية، الآية التي في سورة الحج. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أول آية نزلت في القرآن الكريم فيما تخص الجهاد والقتال هي هذه الآية. شوف الآية كاملة حتى تعرف لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قاتل. ها هي الأسباب التي دعته للقتال. أذن للذين يقاتلون يعني يضطهدون ويعذبون. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ناس مظلومين، ظلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. شفت؟ ذنبهم الوحيد عند الكفار أنهم يقولون ربنا الله، فظلموهم وقاتلوهم واضطهدوهم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم
إلا أن يؤسس جيشا ودولة ليحافظ بها على أتباعه والمؤمنين ويدفع بها شر الأشرار وكيد الفجار. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، لم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بريئا قط ولا أعزل، كان القتال ضد صناديد الكفر والمجرمين. أنت عارف أن عدد القتلى من الطرفين من المسلمين ومن الكفار في حروب النبي صلى الله عليه وسلم كلها كم العدد؟ كم تتوقعون هكذا العدد يا إخوة؟ إحصائية عدد القتلى من الطرفين سواء مسلمين أو غير المسلمين الكفار في ذلك الوقت، لم يتجاوز العدد في كل المعارك لم يتجاوز العدد 1400. لم يتجاوز العدد من الطرفين. تخيل أنت 9 معارك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم التي خاضها 9 معارك. 29 غزوة أغلبها لم تكن معارك، إنما خرجوا للغزوة لكن صار صلح أو هرب الطرف الآخر وكذا، فدفع الله عز وجل كفى الله عز وجل المؤمنين القتال. هذه معلومة لازم تعرفوها، مهمة جدا يا إخوة. لما تجدون في السيرة أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 29، أي نعم هي عدد غزواته 29، لكن الذي حدث فيها قتال 9 فقط. 9 فقط. طيب واحد يقول لي طيب كيف اسمها غزوات؟ لا يعني إذا كان اسمها غزوة إذا حدث فيها قتال. يعني مثلا تبوك، غزوة تبوك اسمها غزوة تبوك، واقرأ كل كتب السيرة لم يحدث قتال في غزوة تبوك، مع أن اسمها غزوة تبوك لكن لم يحدث قتال. فبالتالي مش معنى اسمها غزوة معناتها يكون شرط حدث فيها قتال، لا، الذي حدث فيه قتال 9 فقط. مجموع القتلى من الطرفين من المسلمين وغير المسلمين لم يتجاوز، والإحصائية هذه قام بها الدكتور راغب شو اسمه، ضاع مني الاسم والله، الدكتور راغب مؤرخ هو والله، خليني نراجع اسمه ثواني. السرجاني. أيوة دكتور، بارك الله فيك، الدكتور راغب السرجاني قام بهذه الإحصائية في موقعه، وهي إحصائية فعلا صحيحة، أن عدد القتلى في معارك النبي صلى الله عليه وسلم التي خاضها من الطرفين من الكفار والمسلمين عددهم لم يتجاوز 1400. طيب ستقول لي هذا عدد كبير، هذا عدد تافه جدا في تاريخ الحروب والمعارك. يعني في كتاب النصارى في سفر العدد، النبي موسى في معركة واحدة، بس معركة واحدة قتل 3000 رجل. كتاب النصارى يقول هكذا، واليهود 3000 رجل في معركة واحدة. واحد عبيط ملحد ولا هو نصراني مش عارف بصراحة قال هو 1400 عادي. يا جحش الفرى كما قال كتابك، هذه معارك، مش قاعدين في قهوة، هم هذه معارك وحروب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تريد منه حين يهجم عليه الكفار ويقاتلونه يشربهم مثلا قهوة ويرحب بهم مثلا؟ ما أكيد سيقاتلهم. اسمها معارك مش جلسة في كافي. هي عشان تقول لي كيف 1400؟ ما هي معارك. المشكلة هذا الملحد ما عندش لا أخلاقيات أصلا، لا مرجعية أخلاقية، وإذا كان نصراني أنت لو كنت نصراني المفروض تسكت أصلا. النبي يشوع في سفر يشوع يا إخواني قتل في يوم واحد 12,000. النبي يشوع في سفر يشوع في كتاب النصارى قتل في معركة في يوم واحد 12,000. تصور أنت. طيب بتسألك سؤال، أنا ما بعرف هلأ كتير بهذا الشيء. قلت لي بس كان عايش الرسول محمد فاتوا 29 حرب وبعدين و9 كان في قتال، صح؟ الذي حدثت فيها معارك 9، الباقي لم يحدث فيها معارك. طيب لم يحدث فيها معارك. كانوا كل الغزوات هولي كلهم كانوا دفاع عن النفس،
ولا كان في أسباب أخرى؟ أسباب معارك النبي صلى الله عليه وسلم منها دفاع عن النفس، ومنها الطرف الآخر كان يريد المبادرة بالهجوم أو نقض العهد وغدر. هذه أسباب ملخص معارك النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما هو دفاع عن النفس، ومنها ما كان الطرف الآخر غدر، مثل بني قريظة وبني النضير مثلا، وبنو قينقاع. هؤلاء الثلاثة سبب الحروب معهم الغدر ونقض العهد والاتفاقية التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فهذه هي الأسباب. لكن لم يخض النبي صلى الله عليه وسلم أي معركة بلا سبب، استحالة، إلا والطرف الآخر يستحق هذه العقوبة أو هذه المعركة. أوكي، طيب، وبعد ما توفى الرسول كمان باقي الحروب وكيف انتشر الإسلام، هون كمان كان كله دفاع عن النفس ولا كانوا هن عم بيهاجموا ولا شو؟ طيب شوف يا أخي المتصل، في نقطة مهمة لازم تعرفها. في أي سيرة تريد أن تقرأها، سيرة أي شخص، لا بد أن تنظر إلى البيئة التي كان يعيش فيها. ما هي البيئة الجغرافية التي كان يعيش فيها هذا الرجل أو هؤلاء القوم؟ البيئة التي كان يعيش فيها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم هي الجزيرة العربية. والجزيرة العربية عرفت تاريخيا أصلا بكثرة الحروب وحبهم للقتال، تقريبا كل شهرين معركة، ولأتفه الأسباب بالمناسبة. يعني عندك حرب البسوس استمرت 40 سنة لأجل قتل ناقة، هذا مثال يعني. فكانوا يقيمون الحروب من أجل أسباب تافهة، بل كانوا يدربون أولادهم منذ أن كانوا صغارا على الحروب والقتال. لذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين كان في الحبشة أثناء لقائه بملك الحبشة النجاشي رضي الله عنه، ماذا قال له؟ قال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية. ثم قال له جملة مهمة جدا، قال: يأكل القوي منا الضعيف. يأكل القوي منا الضعيف. جعفر بن أبي طالب بهذه الكلمة لخص الحياة في ذلك الوقت. يأكل القوي منا الضعيف، بمعنى إن لم تكن قويا أكلته، إن لم تكن قويا تؤكل. وهذا المبدأ اللي مشى به الرسول صلى الله عليه وسلم. عاش 13 سنة: يا ناس اتقوا الله، قولوا لا إله إلا الله، خافوا ربكم، كذا كذا، ما ينفعش معهم، نازلين فيها حرب وتشريد وحصار وقتل وكذا. لما بنى دولة جاءوا إليه للصلح، صالحوه في صلح الحديبية. ما يمشوش إلا بهذه الطريقة. يشوفوك ضعيف يأكلوك، يشوفوك قوي يجلسوا معك للصلح. ترى هذا المبدأ في التاريخ كله على فكرة. يعني أمريكا ما جلست مع الطالبان إلا بعد ما رأت عندهم سلاح وقوة. إن لم ترى عندهم سلاح وقوة ما كانش حيجلسوا معهم، بالقوة جاء أجبرتهم يجلسوا. في حرب الشيشان الأولى رئيس الشيشان اللي هو اسمه سليم خان تقريبا اسمه، رحمة الله عليه، في عام 1999 التقى برئيس أو 96 ما أدري، المهم في أواخر التسعينات، أثناء الهدنة بين الشيشان وروسيا في حرب الشيشان الأولى. فرئيس روسيا جلس على طاولة وأراد من رئيس الشيشان أن يجلس على يمينه، كنوع أنك أنت موظف عندي يعني. فرفض الجلوس رئيس الشيشان في ذلك الوقت. رئيس الشيشان في ذلك الوقت اللي هو سليم خان رفض، قال له: لا، أجلس مقابلك، اللي هو رئيس روسيا يلسن هذا، قال له: أجلس وأنت في مقابلي، مش أنت على جانب وأنا على،
أنت لك الكرسي الأساسي وأنا على اليمين كأني موظف عندك. فجلس. لماذا؟ لأن سليم خان كان في ذلك الوقت قوي، عنده قوة. فأنت في عالم لا يحترم إلا القوي. هذا المبدأ هو الذي مشى به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. وما فيش فكرة تصمد بدون قوة، ما فيش فكرة تصمد بدون قوة. وكل الأمم تفتخر بأبطالها الأقوياء، كل الأمم. فلذلك سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ماشيين بهذا النظام، أسسوا دولة قوية. صارت نعم حروب وقتال، طبيعي جدا هذا، لأن كانت دولة الإسلام في ذلك الوقت حديثة عهد، فأرادوا محاربتها من جميع الجهات. بعض القبائل العربية من هنا، الإمبراطورية الفارسية من هناك، ومعها الإمبراطورية الرومانية، يريدون القضاء عليها بأي طريقة. دولة حديثة العهد ظهرت بقوة تنافس الإمبراطوريات الأخرى، يريدون القضاء عليها، فنشأت حروب. هذا أمر طبيعي، وانتصرت دولة الإسلام. هذا كل ما حدث. اوكي طيب، سؤال كمان كان بدي اسالك اياه. غير الدفاع عن النفس، هن مثلا انا سامعها هيدي، ما بعرف اذا مزبوطة ولا كيف، انت بركي بتشرح لي اكتر. بس كانوا اهلك بحس كانوا عم بالكومنتس عم بيقولوا فتوحات هيدي، كانوا يروحوا ويقولوا لهم عندكم ثلاثة اوبشنز، يعني 3 اختيارات. اول وحدة يا بتأسلموا، تاني وحدة بتدفعوا جزية يمكن اسمها، وثالث وحدة اذا بيحاربون بيقتلوا. مزبوط هيك؟ طيب، بالنسبة للجزية، نعم الجزية موجودة في الإسلام، ومعنى الجزية هو دفع مبلغ مالي يدفعه الكافر بشكل سنوي مقابل حمايته وإسقاط عنه الخدمة العسكرية. هذا ملخص الجزية في كتب الفقه. الجزية أولا لا تؤخذ من الجميع، الجزية تؤخذ من المقاتل القادر على حمل السلاح. أما النساء، المرضى، الأطفال، الرهبان، الفقراء، كل هؤلاء لا تؤخذ منهم جزية، بل على العكس، هؤلاء ممكن يتم إعانتهم من قبل الدولة المسلمة. على سبيل المثال، في قصة مشهورة موجودة في أغلب كتب الفقه، ومصدرها الأساسي هذه القصة مروية في كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة. ذكر هذه القصة عن سيدنا عمر رضي الله عنه. القصة تقول أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كان يتفقد أحوال المسلمين وأحوال الناس وكذا، فرأى رجلا كبيرا في السن يهوديا يتسول، فسأله عمر رضي الله عنه، قال له: من أي أهل الكتاب أنت؟ لم يكن يعلم أنه يهودي، يعني قال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهودي. قال له سيدنا عمر رضي الله عنه: يعني لماذا أنت هنا؟ يعني بمعنى لماذا تتسول؟ قال: إني رجل كبير في السن وتؤخذ مني الجزية. يعني يبدو واحد من ولاة المسلمين أخطأ وأخذ الجزية من هذا اليهودي الكبير في السن. فقال له اليهودي، قال: إني رجل كبير في السن وتؤخذ مني الجزية. فتقول الرواية: أسقط عنه سيدنا عمر الجزية، وأمر المسؤول عن بيت مال المسلمين اللي هي خزنة الدولة وكذا، أمر مسؤول بيت مال المسلمين أن يدفع له من بيت المال راتبا شهريا، يخصص له مبلغا شهريا، وأسقط عنه الجزية وتركه سيدنا عمر. هذه الرواية
من الأدلة التي استخدمها الفقهاء أن الجزية لا تؤخذ من كبار السن، لا تؤخذ من كبار السن. طيب، فبالتالي إذن الجزية تؤخذ من المقاتل القادر على حمل السلاح مقابل إعفائه من الخدمة العسكرية وحمايته من أي عدو يأتي، لأن الجزية مقابل الحماية. والدليل على ذلك ما رواه نفس القاضي أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة في الخراج، في كتاب الخراج، روى هذه القصة عن سيدنا أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، حين تحدث مع نصارى الشام في ذلك الوقت، حين علم أن الروم ينوون غزو الشام، فقال لهم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح: إن نصرنا الله عز وجل عليهم، يعني الروم، ودفعناهم، أخذنا منكم الجزية، وإن لم نقدر على دفعهم رددنا عليكم جزيتكم، يعني إن لم نستطع حمايتكم سنعيد لكم جزيتكم، لا نريدها، لأن الجزية مقابل أن نحميكم. فبالتالي هذا الهدف من الجزية. طبعا من يعترض عن الجزية اليوم هو نفسه الذي يدفع 15% من دخله ضرائب لأوروبا، بل ليس 15%، بل بعض البلدان في أوروبا تصل بها إلى 35% يدفع ضريبة وهو صاغر وساكت ولا يعترض. وفي بلدان تصل إلى 40%، كاتبين لي بعض الإخوة، الدنمارك لك تأخذ 40%، وألمانيا 45%. شوف كل مرة الحكاية قابلة للزيادة من دخلك، شوفها من دخلك. فبالتالي هؤلاء نفسهم الذين يعترضون على الجزية يدفعون الضرائب وهم في صمت تام. اليوم الدول الغربية التي يقدسها هؤلاء الذين يعترضون على الجزية، تكاد هذه الدول تأخذ منك ضريبة مقابل نفسك اللي أعطاه لك رب العالمين. يعني يمكن يعطوا قرار بعد كم سنة 15% على كل نفس تتنفسه في اليوم، ممكن توقع أي شيء. السيارات يأخذوا عليها ضرائب، التلفاز يأخذوا عليه ضرائب، ما أدري إيش يأخذوا عليه ضرائب، كل شيء يأخذوا عليه ضرائب، ويدفعون ويقول لك هذه الدول الغربية والدول الغربية ومبسوطين ودول الحرية وعلى الجزية يبدأ في عرض الاعتراضات. الأمر الآخر أن الجزية في كتاب النصارى أيها الإخوة، الأنبياء أخذوا الجزية في كتاب النصارى. النبي سليمان عليه السلام والنبي داود ورد في كتاب النصارى أنه أخذ الجزية، وأيضا النبي موسى في سفر التثنية أخذ الجزية حين انتصر على عدوه. تمام؟ طيب، إضافة أن في كتاب النصارى أمر النصارى أن يدفعوا الجزية، واعتبر الجزية حق من الحقوق. كتاب النصارى، يعني لو تفتحوا كتاب النصارى في رسالة بولس إلى أهل روميا الإصحاح 7 والعدد 13، ماذا قال؟ قال: فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، فسمى الجزية حقوق هنا. بل يسوع المسيح نفسه قال: أعطوا ما لله لله، وأعطوا ما لقيصر لقيصر. قيصر كان هو الحاكم يعني كذا في ذلك الوقت، إذا طلب منكم قيصر مالا أعطوه. يسوع المسيح أمرك بذلك يا نصراني. وأجمل من ذلك يا إخوة تفسير النصارى لنص بولس الذي قال فيه: أعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية. ماذا قال بولس؟ أو عفوا ماذا قال المفسرون، سواء تدرس يعقوب ملطي أو أنطونيوس فكري؟ قالوا: إن الجزية حق من الحقوق، وتدفع على سبيل الدين
حين نعطي الجزية لحاكم من الحكام، يقول المفسر تدرس يعقوب مرطي: هذه ليست منة منا ولا هبة منا، بل هو واجب علينا، لأن الجزية تعطى للحاكم الذي يحمينا ويسهر الليالي من أجل حمايتنا. هذا كلام مفسرون نصارى. وأنطونيوس فكري لما فسر هذا النص: أعطوا الجميع حقوقهم الجزية لمن له الجزية، قال كلمة أعطوا هنا في اليوناني ردوا، أي ما نعطيه من جزية هو واجب وحق. يعني كتاب النصارى اعتبر إعطاء الجزية حق من الحقوق، فعلى ماذا تعترض أيها النصراني؟ أنا آخر شيء بس أقوله، آخر شيء عن موضوع مقدار الجزية. مقدار الجزية يا إخوة طبعا في أقوال للفقهاء الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة قيمة الجزية تكون بحسب قدرة الذمي اللي هو اليهودي أو النصراني أو المجوسي والكافر بشكل عام، بحسب قدرته إذا فتحت البلاد بالصلح. يعني إذا فتحت البلاد بالصلح ولم يحدث فيها قتال وكذا، مثل فلسطين مثلا فتحت بالصلح وذهب إليها سيدنا عمر وزارها وزار البطرك هناك وكذا، مثل هذه البلدان النصارى يدفعون الجزية بحسب مقدرتهم بالاتفاق بينهم وبين الحاكم. عند الإمام أحمد سواء البلاد فتحت صلحا أو عنوة، فإن المبلغ يكون بالاتفاق بين الحاكم وبين الذي يدفع الجزية من الكفار بحسب قدرة هذا الذمي الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكلف الذميين فوق طاقتهم. قال: ألا من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم قال هكذا. الإمام الشافعي يعني قدر مبلغا في السنة، يعني حوالي فيما أذكر قال 4 دنانير أو 4 دراهم، يعني تقريبا في زماننا هذا نقول 200 دولار 100 دولار في السنة. الليلة هذه كلها عشان 100 دولار في السنة مقابل حمايتك وإعفائك من الخدمة العسكرية. أنت الآن في بعض البلدان إذا بس سمحوا لك أنك تدفع مبلغ مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية ممكن تدفع 10,000 دولار مقابل أن تعفى من الخدمة العسكرية، مش 100 دولار في السنة. الله المستعان. هذا لو عفو أصلا، لو أعطوك العفو أساسا أنك يعني، أو أعطوك السماح أنك تطلب أنك تعفى من الخدمة العسكرية. سوريا أيام الهالك بشار الأسد كان الدفع يعني تقريبا 10,000 دولار مقابل أنك أنت تعفى من الخدمة العسكرية. تفضل يا أوكي. أنا جزية ما كان عندي مشكلة فيه، أنا كان عندي بس إنه ليه كان في إنه أوبشن يفوتوا حروب؟ ليه ما كانت مثلا خلاص يفسروا الإسلام بطريقة كيف مثلا رسول محمد هو فسرها، يفسروا لهم وهن خلاص يقتنعوا؟ ليه كان بدهم يحاربوا يعملوا هكذا؟ ما هو لو كان الإسلام بالحرب أو اعتناق الإسلام بالحرب، أول شيء هذا يعني الأمر هذا حسمه القرآن الكريم، أن الإسلام لا تدخله بالإجبار والإكراه. قال تعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. خلاص، يعني الدين ليس بالإكراه. تمام. وهذا المبدأ مشى به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كذلك رضي الله عنهم. والصحابة ما كانوا يكرهون أحدا على الإسلام. وإلا لماذا يوجد نصارى إلى اليوم في مصر، في بلاد الشام، في بلاد فارس، في شمال أفريقيا؟ ما زال يوجد غير مسلمين إلى الآن. لماذا لم يكرهوا هؤلاء على الإسلام؟ أنت بنفسك ولدت مسيحيا نصرانيا، أجدادك كذلك نفس الأمر، لماذا لم يجبروا على الإسلام؟ إيه أنا فهمت عليك، بس أنا قصدي مثلا يعني إنه
ليه ما عملوها بطريقة أكثر سلمية؟ عرفت؟ هذا القصد يعني. يعني ماذا تريدهم أن يفعلوا يعني أكثر من ذلك؟ ما هم تركينك ما معمول لك شيء. ما عم بتقول إنه فاتوا حروب كتير بعدها وعملوا الحروب لم تكن ضد العزل ولم تكن ضد الشعوب. الحروب هذه اللي هي الفتوحات وكذا كانت ضد الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، إمبراطوريات مجرمة ظالمة كانت تضطهد الشعوب وتمنعهم من معرفة الإسلام أصلا. الحروب هذه لم تكن ضد العزل والنصارى العزل والشعوب. اوكي، يعني ما كانوا يفوتوا على بلاد ويحاربوا بس هيك، يعني بقى يحاربوا كرمال بس هن مش مسلمين فيحاربون وهي القصص. بس بالعكس الحروب الفتوحات الإسلامية كانت لإنقاذ تلك الشعوب، لأن من الذي كان يحكم تلك البلدان؟ إمبراطوريتان، الفارسية والرومانية. لو تقرأ كتب التاريخ تجد أن هاتين الإمبراطوريتين الفارسية والرومانية يعني ارتكبوا الفظائع والجرائم بحق تلك الشعوب. يعني النصارى نفسهم في مصطلح عندهم يسمونه عصر الشهداء. سأل أي نصراني عن مصطلح عصر الشهداء، قل له ماذا يعني هذا المصطلح؟ يقول لك الدولة الإمبراطورية الرومانية قتلت عددا كبيرا من النصارى في فترة من الفترات، فسموه ذلك العصر سموه عصر الشهداء لكثرة القتل النصارى على يد الدولة الرومانية التي حاربتها الدولة الإسلامية وطردتها. لدرجة إن في مصر كان في بابا اسمه البابا بنيامين. تمام، بابا البنيامين هذا الدولة الإمبراطورية كانت تلاحقه 13 سنة هاربا، كان في البراري والجبال وكذا، كان هاربا، تلاحقه الدولة الرومانية 13 سنة. متى عاد إلى كرسيه الكنسي؟ عاد إلى كرسيه في الكنيسة بعد أن فتح مصر سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. حين فتح مصر أعاد هذا البطرك اللي هو بنيامين إلى كرسيه بعد أن كان هاربا 13 سنة. وهذا أمر لا يمكن لأي نصراني أن ينكره. البابا بنيامين هذا معروف تاريخيا، بابا من بابوات الكنيسة. سأل أي نصراني هذا في أيام الدولة الرومانية وين كان؟ يقول لك كان هاربا في الصحراء في البراري. ومتى عاد إلى كرسيه البابوي؟ متى عاد إلى كرسيه البابوي؟ عاد إلى كرسيه البابوي حين فتح مصر عمرو بن العاص. كل الكتب التاريخية التي تتحدث عن تاريخ مصر تحدثت عن هذه المسألة، عن هروب البابا بنيامين وعودته بعد أن فتح مصر عمرو بن العاص. عمرو بن العاص له فضل كبير على النصارى تحديدا. فلولا عمرو بن العاص لم يكن للنصارى كنيسة أصلا، كانت الكنيسة القبطية هذه انقرضت أساسا. تاريخ مصر أصلا فرعونية. شوف أنا سمعك مقطع الآن لرأي القساوسة في فتح مصر والفتوحات بشكل عام. نعم، وبعدين شوف اسمعها. تاريخ مصر أصلا فرعونية. نعم، وبعدين المسيحية دخلت في مصر وصارت مصر مسيحية، وما قلناش المسيحيين غزوا ولا احتلوا مصر، ده دخلوا والناس أمنت بالمسيحية وتحولت مصر بعدة قرون إلى المسيحية. نعم. جاء الإسلام إلى مصر، ومصر كنا دخل عمر بن العاص دخل مصر عمر بن العاص. أنا حسب ما قرأت في التاريخ أنهم كانوا 3000 واحد واستقبلوهم الأقباط. أيوة، أنا جاء غازيا أم جاء فاتحا؟ لا، هو استقبلوهم. شفت؟ استقبلوهم الأقباط، استقبلوه. جاء مصر فاتح لسبب احنا كنا تعبانين جدا من الحكم الروماني. نعم، وكانوا باعتين تعبانين. ها شوف، مقوقز والي وبطريرك في نفس الوقت، وكان مستبد وكان بيتعب جدا الأقباط
لدرجة أنه نفى البابا بنيامين إلى الصحراء بعيد عن كرسيه. عمرو بن العاص لما دخل ولقينا أنه هو قادر على استعادة البطريرك وعودته مرة تانية لكرسيه، انبسطنا جدا وقعدنا مع بعضينا، وبعد كده توالت أحداث التاريخ نيافة الآن وقاعدين مع بعضين. حضرتك من داخلك مقتنع أنه فتح؟ أصل كلمة فتح زي ما بقول يعني هي بمعنى ماذا؟ بمعنى إيه يعني؟ كنا قافلين الدكانة ولا قافلين البيت ولا قافلين البلد؟ كانت البلد مقفولة بيد الروم. معلش عشان كده بقول إيه؟ ففتحها. إنها انت يا عمر، احنا ليه نسينا ان عمرو بن العاص هو اللي رجع البطرك بتاعنا الكرسي؟ لما جه كان في بطرك دخيل يوناني فرض علينا واضطهدنا. تصوروا، مسيحي واضطهدنا. مسيحي وبيضطهد. الدولة الإمبراطورية الرومانية كانت مسيحية نصرانية، بس كانت على خلاف مع الكنيسة. كانوا هم يعني كنيستهم مخالفة للأرثوذكس، لدرجة البطرك اختفى والأسقفة اختفوا من كتر الاضطهاد. رجع عمرو بن العاص قال لهم فين، وجابوا ورجعوا كرسي وأعاد له كل كنائسه. حاجة جميلة، هو ده الإسلام. أو بلسان القساوسة نفسه. يعني الفتوحات الإسلامية كانت مسالمة، هيك قصدك عم تحكي؟ مش كانت عنيفة وقتلوا؟ لا، هي حدث فيها قتال لكن ضد الرومان مش ضد الشعوب. الفتوحات الإسلامية نعم لم تكن ضد شعوب، كانت ضد المحتلين من الفرس والروم. اوكي انا كنت فاهم غلط، ده كان شكلي. اوكي طيب، بحس بكفي اليوم أسئلة. انا اصلا بدي نام، بس انا بعت لك مسج. نعم. انت شاركت معنا من قبل ولا هذه اول مشاركة اليوم؟ لا، هي اول مرة. لا اليوم. ايه لا اليوم أول مرة ولا مشاركة؟ لا اليوم اول مرة. تمام. طيب ان شاء الله اشوف باذن الله الرسالة. اوكي. كان بتمنى ان شاء الله يعني بعد السبت او شيء بركي برجع فوت وبسألك أسئلة. بس أنا يعني مثل ما قلت لك، يعني أنا بالآخر يعني هلأ إحساسا في احتمال منيح أسلم، عرفت؟ ما شاء الله. بس قلت لك عندي قصة عائلتي، عندي هيك هذا الخوف اللي ما أعرف هذا من الشيطان ولا من شو هذا الخوف اللي بيعملنا. هو طبعا أنت يعني تستطيع أن الإسلام مش شرط أنك تقول أمام أبويك أنا مسلم أو أنا أسلمت. يعني قد تكون حفاظا على نفسك أن يكون الأمر بينك وبين الله عز وجل إلى أن يجعل الله لك مخرجا وتكون عندك المقدرة أن تعلن ذلك. أنت كم عمرك الآن؟ أنا 25. 25 كويس. اي نعم. يلا شكرا وإن شاء الله لكن نرجع بنحكي أكيد. إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. إخواني وأخواتي المشاهدين، تستطيع أن تكون مؤثرا في الدعوة ويكون لك الأجر والثواب. فقط اشترك بقناتنا النداء الأخير واضغط إعجاب على الفيديو ليصل إلى أكبر عدد ممكن، لعلك تكون سبب هداية شخص ما.